السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست اعرف كليتك. زي ما وعدناكم النهاردة معانا نموذج مشرف من خريجي كلية العلوم قدر يجمع ما بين الحياة العلمية والحياة العملية في نفس الوقت، من أول ما كان في الكلية لحد ما اتخرج وبدأ ينقل في الشغل من مكان للتاني وياخد خبرة أكتر وأكتر لحد ما وصل للمكان المرموق اللي هو موجود فيه دلوقتي. دكتور محمود عادل، أهلا بيك يا دكتور، نورتنا. اتشرفت بحضرتك جدا يا يوسف، واتشرفت طبعا ان انا اكون موجود في البودكاست، وباذن الله تكون حلقه قويه نقدر نفيد بيها الشباب اللي موجوده في الكليه او لسه اتخرجت لسه مش عارفه طريقها. حضرتك كنت دفعة 2008 اللي قالوا عليها أسوأ امتحان فيزياء في تاريخ ثانوية عامة. للاسف الشديد، يعني كان امتحان ولحظات صعبه عدينا بيها. الحمد لله. يعني امتحان قضى على جيل كامل تقريبا، احلامنا كلها في الثانويه العامه اتبخرت. انا كنت من الناس اللي جايبه في تانية ثانوي 97%. فجأة لقيت التنسيق موديني علوم. يعني كانت لحظات صعبة جدا جدا جدا، ما قدرتش ان انا اتخطاها، ولا انا ولا حتى الدفعة. يمكن افتكر اول محاضرة ليا قاعد جنب زميل ليا: انت جايب كام في تانية؟ لقيته بيقول لي جايب 99%، وانا كنت جايب 97. فاللي هو انا احلامي انا ايه جنب زميلي اللي جايب 99 تقريبا رجلي اليمين في طب، وانا لسه عايز ابروسيد الموضوع ده. طبعا عشت فترات صعبة كتيرة، ما فوقتش تقريبا غير بعد السنة ونص من الدراسة في الكلية. زيك زي أي حد دخل علوم، أكيد كنت محبط في البداية وحاسس لا يا جماعة أنا جاي هنا غلط، أنا كنت مجموع طب أو صيدلة أو علاج طبيعي. فاحكي لنا كده أنت الدنيا كانت معاك إيه؟ مع إن أنا عارف شبه الإجابة بس خلينا نشوف التجربة المختلفة يعني. أكيد طبعا يا يوسف. يعني أول مرة دخلنا فيها كلية علوم أنا وبقية الزملاء تقريبا عشنا كلنا نفس الإحساس، لأن دفعة كاملة زي ما قلت لك أحلامها اتبخرت. دراسة بالإنجليش، نظام اسمه نظام ساعات معتمدة، احنا مش عارفين أي حاجة عن الكلام ده. فضل في تخبط كبير. تقريبا كنت بحضر المحاضرات واكون متواجد في كل السكاشن في كل حاجة. على مدار السنة ونص انا بحضر هيكل جسدي فقط، بدون احلام، بدون اي اهداف، بدون اي حاجة خالص. فين بقى فقت في الترم التاني في سنة تانية. اللي هي الكريتيكال بوينت. بص، دايما كل طالب من مم. طلاب علوم بيبقى عنده مظبوط. كريتيكال بوينت أو مظبوط. عندها، بيبدأ بقى إيه يدرك أنا فين دلوقتي. انا المفروض احط بلان بقى علشان انا ابقى حاجه، مش هقعد بقى عايش في ثانويه عامه لسه. تمام. اكيد اكيد فاحكي لنا اكيد. كده الكريتيكال بوينت اللي عندها، بدات بقى ايه تحط بلان بقى. انا فجأة لقيت في سنة ونص عدوا. سنة أولى تقريبا كان التراكمي بتاعي 80%. جيت الترم الأولاني في سنة تانية حصل انهيار للتراكمي بتاعي، وصل الراوند 78 77%. طبعا يعني برضو انا جايب 97 في سنة تانية ثانوي، فانا برضو الحتة ان انا لازم اكون رقم واحد، وان انا دايما بنافس على مدار السنين الدراسية بتاعتي. انا دايما يا الاول يا التاني، دايما في منافسة. فلا لازم اركز في الكلية اللي انا فيها، لازم ادخل التشالنج. جددت، حطيت الاهداف بتاعتي، يلا ابدأ من اول وجديد. الترم التاني في سنة تانية كانت دي البداية، بدأت ان انا اركز بصورة اكبر. طبعا كان عندي مشكلة كبيرة في امتحانات الميد تيرم، ان انا ما كنتش ببقى مركز فيها، لان انا بذاكر مرة واحدة للفاينل. لا، الترم التاني في سنة تانية بدأت ان انا تقريبا كل امتحانات الميد تيرم في الترم ده كان الراوند من 35 ل 40 في كل المواد. وكانت البداية الترم التاني في سنة تانية كنت جايب التراكمي فيه 93%، فقدرت افيل الجاب السنتين اللي فاتهم. وكانت دي البداية اللي انا ابدأ انطلق منها في اللي جاي الحمد لله. ما شاء الله، يعني احنا ضيعنا يعتبر اول سنه كده ايه. اول سنة ونص. اول سنه ونص. اول سنة ونص انا يعني هيكل جسدي جوه الكلية. لسه ما استوعبتش. ما صعبش خالص نهائي. نهائي. طيب، معضله اللغه لطالب علوم بتبقى مشكله كبيره جدا ليه اول ما بيدخل. يعني احنا كل لما كنا نسأل حد انت عملت ايه في اللغة يقول لك تأقلمت مع الوقت، تأقلمت مع الوقت او خدت كورس. بس انا مش مقتنع قوي بحته خدت كورس دي، لان احنا بندرس الالفاظ بتاعتنا معظمها لاتين. مظبوط. احنا يعني مش هقول لك ان انا خدت كورس انجليش، لا انا ما خدتش كورس انجليش. انا بدأت ان انا اتعامل مع الواقع. كنت اول ما دخلت الكلية اترجم، افهم معنى الجملة. بعد يعني الموضوع ده ما خدش مني اول ترم تقريبا في الكلية. بعدها بقيت افهم المصطلحات بصورتها، احفظ المصطلح بالصورة اللي عليه. يعني بفهم بالانجليش،
كنا الاول احنا 3 أو 4 جروب مع بعض، حد يكتب المحاضرة ويعرف يلقط الى حد ما، انا اخد الانترمز اللي هي موجودة في المحاضرة، التالت يجمع الايتمز، كلنا بنتجمع مع بعض نعمل برين ستورمنج نطلع التبييض بتاع المحاضرة، ومنها بدأنا كلنا الحمد لله نبروسيد الموضوع، وبقى الموضوع سهل، الموضوع بالممارسة. بس هو دلوقتي ما عادش فيه التيم وورك ده، يعني دايما بقينا دلوقتي بنذاكر ايه مع نفسنا كده، او كل طالب يعني بيذاكر لوحده. ما عادش شغل التيم وورك بتاع زمان وان احنا نقعد نذاكر مع بعض والكلام ده. فيعني كل بقى معتمد اكتر على ايه، ان انا اجيب الماده، اعرف الترمينولوجي بتاع الماده بشكل عام، تمام. بعد كده ابدا اذاكرها بقى ايه من الكتاب، من تلخيصات. حتى ما عادش موضوع كتاب، يعني ما عادش حد بيذاكر من الكتاب وكده. هو بقى انا الناس متفق بتذاكر. معاك، واحنا يعتبر كانت البدايه من خلالنا ان احنا بدانا نعمل ملخصات للماده، لان احنا كان التجمع بتاعنا في الكليه، احنا مش بنذاكر مع بعض، احنا بنجمع الايتمز بتاع المحاضره مع بعض، لكن في الاول وفي الاخر نوصل في الاخر لهيكل سميناه في الاخر ملخص. في الاخر بقى دي الزتونه اللي هنخش بيها الامتحان، زي السكيمه بتاعت السكاشن العملي، نقدر ان احنا نجمع الجزء ده، وقدرنا ان احنا الحمد لله نكون نواة لكل الدفعات اللي جت بعدنا في الحته بتاعت الملخصات، لان زي ما انت قلت ما بقاش فيه ان كلنا نتجمع ونذاكر مع بعض، لان احنا برضو كتيم يعني كنا كلنا من بلاد مختلفه، فاحنا كنا بنتجمع في الكام ساعه بتوع الكليه. العمل التطوعي حاجه فارقه في حياه كل انسان، مظبوط. بتتسال عليه في بدايه تقديمك للشركات، او اول ما بتطلع بره دي اللي هو بره الحياه الجامعيه يعني. طبعا. العمل الطبيعي بيكسبك مهارات اجتماعيه كتير، بيكسبك العمل وسط فريق، شغل بقى تحت ضغط، الشغل الفولينتيرنج نفسه، او ان انا بعمل حاجه فور فري او حاجه لوجه الله. طيب العمل التطوعي ناس كتير بتعترض وناس تقول لك لا مهم جدا. عايز اعرف حضرتك مع انهي فريق، وتحكي لنا تجربتك الشخصيه في الموضوع ده. يعني انا حابب الحمد لله ان انت سالتني السؤال ده، لان انا يعني اتسالته كتير في فتره الكليه وبرضه بعد الكليه، لان الحمد لله كانت البدايه في الكليه، كنت شايف تماما ولا انا ولا حتى الاسره ان العمل التطوعي ممكن ياثر على مذاكرتي، ياخد من وقتي الى اخره. لا انا يعني كنت موجود في اتحاد الطلاب، كنت موجود في الجواله، بلس ان انا اول عمل تطوعي على ارض الواقع كان موجود في جمعيه عطاء بلا حدود لخدمه المرضى، ودي كانت البدايه من كليه العلوم. يعني يمكن بدانا العمل التطوعي من خلال الجمعيه عن طريق الفود فير واحد، الحمد لله تقريبا فضل مستمر على مدار السنين لحد اللحظه دي الفود فير موجود. من جمعيه عطاء بلا حدود في فتره الكليه، الى ان احنا الحمد لله بروسيد الكلام ده بعد التخرج كمان. الحمد لله انا مؤسس لكيان سنة شباب الدلتا التابع لوزارة الشباب والرياضة، وحاليا نتيجة سفر للخارج انا المستشار للكيان جوه محافظة المنوفية. يعني حضرتك خدت الموضوع لايف ستايل بقى، مش مجرد الحياه الجامعيه بس هتطوع فيها علشان اكتسب شويه مهارات. لا 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 لا، كملنا تماما، لان الاستفادة ان انت يعني نقدر نقول تيم ورك اللي انت اصلا بتشتغل فيه، انت بتقابل ناس من مختلف المحافظات مختلف الاعمار، والموضوع ما وقفش عن الكيان الشبابي التابع للوزاره، لا ما هو من خلال المعارف. انا احد الزملاء ارسل لي لينك، اللينك ده كان عن التنميه المستدامه، انا ما اعرفش ايه هي التنميه المستدامه ولا عمري سمعت عنها، دخلت قريت لقيت ان ده بروجكت فيجن 2030 سواء في مصر او في اكتر من دوله. قدمت على اللينك، عديت كل الخطوات، تم اعتمادي كسفير للتنميه المستدامه وخريج الدفعه الاولى من برنامج كن سفير. يعني انا يعني في ناس نقدر نوجه لاصدقائنا او للناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي ان انت العمل التطوعي نفسه انت ممكن تاخده ككارير، يعني انت ممكن تدخل في العمل ده مظبوط. تبني شخصيه معينه، تتعلم شويه سكيلز معينه، يبقى ده الكارير بتاعك، كارير شيفت، هارد كارير شيفت. انا عايز اقول لك تماما تماما تماما، لان انت بتقابل شخصيات مختلفة، واي شخصية لما تتعايش معاها عن طريق التفكير، عن طريق الزوم، عن طريق الاوفلاين حتى. يعني البرنامج كن سفير ده احنا اتقابلنا 3 ايام، 3 ايام بناخد كورسات، بناخد ورش عمل من 9 ل5. انا كان سني وقتها 29 او 30 سنة، معايا شباب كلية سياسة واقتصاد 23 سنة 22 سنة، معايا تجارة، معايا ناس في وظائف حكوميه كبيره. عظيم. ده بعد التخرج كمان، وده بيبقى اصعب بالنسبه للشاب، لان يعني 100%. لان انت خلاص بقى بقيت مسؤول، بقى عندك شغل، بقى عندك اسره. طب قبل ما تتخرج خلينا نكلم اصدقائنا اللي موجودين دلوقتي في الكليه. تمام. قبل ما اتخرج في فتره الكليه،
كان في فترة الكلية كنا عملنا ايفنت جوه الكلية، وده كان 3 ايام عن طريق مدرب تنمية بشرية. اتكلم فيه طبعا على التايم مانجمنت، اتكلم فيه عن الكوميونيكيشن سكيلز. وده كان على مدار 3 ايام من الساعة 9 صباحا للساعة 3 العصر، وكان على مدار 6 ساعات، يعني يتخللهم بريك النص ساعة. الحمد لله مش هنقدر نقول ان كانت الاستفادة 100% من الكورس، قد ما كانت ان هي اساس تقدر ان انت تبني من خلاله. في طبعا زملاء لينا عملوا ديفلوب للسكيلز اللي موجودة عندهم، في ناس عملوا كرييت للسكيلز اللي موجودة. كان ايفنت مفيد، قدرنا نحط حاجة في السي في بتاعتنا فيما بعد، انها نقدر نقول ان احنا خدنا كورس اكس او واي او زد، وده فرق معانا في اللي جاي. سوق العمل بيتطلب سكيلز معينه بالاضافه الى الكونتنت العلمي اللي حضرتك بتدرسه في الكليه. مظبوط. الكونتنت مفيد، بس لما نتخرج طبعا كل شركه بيبقى ليها سكيمز مختلفه على حسب برضه هي شركه ايه. تمام. اكيد. بتتطلب منك مهارات بيرسونال بقى عن المهارات التكنيكال. يعني ما هو التكنيكال انت ممكن تكون دحيح، بس راجل نيرد، يعني بتذاكر وبس، نو سكيلز، ما تعرفش تتواصل مع الناس، ما تعرفش تعمل حاجات كتير قوي انت مفتقدها، غير ان مظبوط. انت دحيح وتقديرك امتياز والدنيا جميله. بعيدا عن الكونتنت، لان الكونتنت يعتبر اتكلمنا فيه في اكتر من حلقه، ازاي تبقى كويس في الكليه وازاي تذاكر وتحضر محاضراتك ازاي وتلخص، ده كله مم. يعتبر احنا غطيناه او قتل بحثا يعني. اكيد. خلينا نتكلم بقى في ازاي تقدر تكتسب سكيلز تخليك كواليفايد لسوق العمل سواء داخل مصر او خارج مصر. وخلينا نسلط الضوء اكتر على خارج مصر وخاصة دول الخليج بما ان حضرتك شغال هناك يعني. نقدر نقول اهم سكيلز لازم ان انت تاخدها في البوكس بتاعك وانت مسافر هي الكوميونيكيشن سكيلز. واقدر اقول الكوميونيكيشن سكيلز هي مفيده في حياتنا عموما. انت وانت جوه مصر انت مش مطلوب منك غير الكوميونيكيشن، يعني حاجه واحده بس انت بتعملها، ان انت بتكلم اكس، ايه هو التاسك اللي هو مديهولك، خلاص شكرا انت فهمته وهو فهمك، الموضوع انتهى على كده. لكن وانت بره في الخليج انت بتتعامل فعليا مع جنسيات مختلفه، بتتعامل مع ثقافات مختلفة. هل انت تقدر تعمل ديفلوب للكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك دي فترة الكلية؟ طبعا تقدر. ازاي؟ هقول لحضرتك، وانت موجود جوه المدرج في دفعتك، في الدفعة الاكبر منك، في اشخاص جايين من ثقافات مختلفة. تقول لي ازاي يا دكتور؟ احنا كلنا بنتكلم عربي وكلنا من جوه مصر. محافظات مختلفة، ثقافات، ده المحافظة الواحدة الضواحي بتاعتها مظبوط. بيتكلموا لهجات مختلفة وعندهم ثقافات مختلفة. مظبوط. ما بالك بقى يا يوسف ان انت بيجي لك كمان مش من جوه المحافظه بس، لا، من محافظات اخرى، ثقافات مختلفه. لازم حضرتك تكون صداقات جوه الكليه. لازم اروح ليوسف اقول له ازيك، عامل ايه، انت منين، وهو يسالني انا منين. مش هقول لحضرتك ان انت خده صاحبك الوفي اللي انت تقدر تتكلم معاه، لا، اتكلم مع كل الناس عشان لازم هتستفيد من كل شخص. لو خدت عاده، جمله، درس صغير من خلال كلامك او مناقشتك مع شخص، فانت هتاخد الكلام ده في البوكس بتاعك وانت مسافر. هيضيف ليك ده 100%. ليه؟ لانك بره لو انت ما طلعتش بالبوكس بتاعك اللي مليان صفات كوميونيكيشن سكيلز، انت مش هتعرف تتعامل. وانا بقول لحضرتك لو الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك جوه مصر مش 100%، انا بقول لحضرتك ما تسافرش. ما تسافرش، لانك هتشعر بالوحده، والشعور بالوحده في الغربه هو قاتل لاي سكيلز. مش هتعرف توصل، لان انك هتتعامل مع لبناني، مع تونسي، مع سوداني، مع ليبي، مع سعودي، مع خليجي بمختلف الجنسيات، مع دول شرق آسيا. أنا عايز أقول لك تقريبا على مدار 2 أنا فيهم في الخليج أنا اتعاملت مع كل الجنسيات، وبتتعامل مع كل الثقافات. إمتى هتروح تكلم الدكتور صاحب الجنسية السورية مع الأحداث اللي موجودة؟ طب الأردني هتوصل له إزاي؟ طب بالظبط. الدكتور اللبناني في الأحداث اللي حصلت انت هتعمل ده ازاي؟ فالكوميونيكيشن سكيلز اللي انت بتكتسبها في فترة الكلية من الثقافات الداخلية على مدار 4 سنين، هو ده اللي انت هتحطه في البوكس بتاعك وهتاخده معاك وانت مسافر، وده هيفرق معاك جدا. طب حاجة انديب بقى، يعني انا كوميونيكيشن سكيلز دي حاجة جنرال هتفيدك في اي شغل. هتشتغل في مصنع، هتشتغل في شركة أدوية، هتشتغل في سلسلة معامل تحاليل، أي شغل لازم كوميونيكيشن سكيلز. طب بالنسبه للكارير بتاعي اللي انا جاي ممثل عنه النهارده، البرسويشن سكيلز، مهارات الاقناع. حضرتك بتاخد تريننج على برودكت كتير جدا جدا، مطلوب منك
في اقل من دقيقه، ماكسيموم دقيقتين، تقول لي للدكتور 6-7 برودكت من اللي انت بتشتغل عليهم. هتقنعه ازاي؟ البرزنتيشن سكيلز مهارات مهمه جدا في حياه اي طالب في كليه علميه، وخاصه بتاع علوم. اكيد. لان انت بتدرس، ممكن تعمل بحث في مجال معين، بتطلع تقدمه. يعني حتى لو محتوى البحث ما هوش قوي، انت بطريقه تقديمك تقدر تحط للبحث فاليو معين. مظبوط. ولو البحث محتواه قيم جدا وقدمته بطريقه سيئه، بتفقد الفاليو بتاعته. اكيد. البرزنتيشن سكيلز بيبقى فيها كورسات كتير، بس الناس مش فاضيه ومش عارفه اهميه الموضوع ده. بس اللي ما يعرفوش ان انت تقدر تكتسب البرزنتيشن سكيلز دي وانت في الجامعه عادي خالص. وانا عارف ان حضرتك كان ليك باع في الموضوع ده، فيا ريت تكلمنا عنه. والله اقدر اخدك شويه كده للجزء بتاع الكليه، لان هو ده الاهم وده الكور. مش هقول لك ان احنا عايزين نصرف، اسهل حاجه في دينا نقول لك كورس ومكانه، بس احنا مش عايزين كده. حضرتك بتدرس اراوند 9 مواد في الترم، 18 ماده في السنه، على مدار اراوند 4 سنين. من المستحيل ان مفيش ماده على الاقل كل ترم بتقدم فيها برزنتيشن. اكيد طبعا. البرزنتيشن دي بقى فيها كذا ستايل. حضرتك هتتعب تكولكت داتا الاول، بعدها تحطها على باوربوينت، بعدها تبدا تعرضها. هل ده موجود جوه الكليه؟ طبعا موجود. وانا شخصيا كانت البدايه بتاعتي في البرزنتيشن سكيلز في احد المواد، فعلا تم طلب مني عمل برزنتيشن عن توبيك معين وعرضته قدام المدرج كله. دي كانت البدايه. زائد ان انا بعد ما خدت الجزء ده قدرت ان انا يعني المهاره اعمل لها ديفلوب شويه، وبدات ان انا اقدم الايفنتات الخاصه جوه الكليه. مع استمراري في العمل التطوعي بقيت اقدم الايفنتات في الجزء العمل التطوعي كمان. فتقدر ان انت تعمل ديفلوب للسكيلز دي موجود جوه الكليه طبعا بنسبه 100%. وعشان تكون كواليفايد لسوق العمل اصلا، وخاصه بره وجوه برضو مصر، المهاره دي لازم تكون عندك. يعني أكيد. في مجال الادويه او في مجال حضرتك، تقدر تقول لنا انعكاس المهاره دي على الشغل كان عامل ازاي، او افادك في ايه، او خلاك يعني تبقى سابق خطوه؟ لا، مش خطوه واحده يا يوسف. انا جزء البرزنتيشن سكيلز اللي انا استفدته من الكليه هو خلاني فارق كتير في الكارير بتاعي. لان تخيل كده انت داخل زياره لاحد الاطباء الكوادر في المجال، مطلوب منك تتكلم عن 5 أو 6 برودكت في دقيقه. هعمل ايه في الدقيقه لو انا ما عنديش مهاره البرزنتيشن؟ لا، وهنا انا بعمل ديوال اكشن، انا بعمل برزنتيشن وبعمل برسويشن الاتنين مع بعض. فلو انا اصلا المهاره مش عندي، ومش مهاره عاديه، معمول لها ديفلوب واشتغلت عليها على مدار 4 سنين كليه، وكمان مع تدرجي في الكارير كل السكيلز دي بيحصل لها ديفلوب طبعا. يعني بنيجي عند الاتنين تكنيكال كويسين جدا، نيجي أكيد. بقى على ايه، على الحاجه البيرسونال بقى. يعني الاتنين معاهم نفس البرودكت، والاتنين فاهمين كويس جدا عن البرودكت 100%. بس واحد عارف يبيع البرودكت بالبرسويشن سكيلز، بالكوميونيكيشن سكيلز اللي عنده، والتاني وقف. المان باور. آه. عشان كده الشغل في الشركات الادويه از ا ريبريزنتاتيف مش كله بينجح فيه. اكيد. ونقدر نقول ان ده مش كارير بقول لك اتخرج من الكليه اروح اشتغل فيه. احنا بندي مثال، ده مثال نقدر نقول مثال حي. لان مش كل شخصيه تقدر انها تتخرج من كليه العلوم تقدر انها تنجح في المجال ده. لان مش كلنا عندنا نفس البرزنتيشن، مش كلنا عندنا نفس البرسويجن، مش كلنا عندنا الكواليفيكيشن اصلا اللي تأهلنا ان احنا نبقى انديب قوي في الكارير ده. فاللي ينفع محمود مش شرط ينفع يوسف، لان يوسف هو ناجح جدا في اكس، محمود هو مش عارف يعمل اكس ده بنفس الكواليفيكيشن اللي موجود عند يوسف. يعني المورال من كلام حضرتك ان احنا انتوا الاثنين جامدين جدا في التكنيكال، انتوا الاثنين شاطرين، بس تعالوا بقى ايه، بالبلدي كده نغربلكم بقى. ايوه 1 تو 1 بقى. نخش احنا الاثنين كمان باور، الاثنين عند اكس. نحط سوفت سكيلز كده، هي بقى ايه مين فيكم اللي عنده سوفت سكيلز اكتر اللي يقدر يفيدني انا بقى في الشغل. اللي هيفيدك اكتر اللي اشتغل على نفسه اكتر، اللي تعب وخد سوفت سكيلز ومش خدها ثيوريتيكال. لان زي ما قلت لك في البدايه سهل انك تاخد كورس، لكن هتمارسه ازاي؟ طب انت معاك 4 سنين في الكليه، حاجه هديه مجانيه ان انت تعمل ديفلوب للسوفت سكيلز بتاعتك، ما تستخدمها. انك تعمل برزنتيشن، انك تدخل فولنتيرنج ورك، او انت تطلع كهوست في اي ايفنت، ده كل ده انت بتكتسب مهارات. يوسف انا مش عايز الطالب في وقت الكليه يخاف. اطلع قدام المدرج، انا عايزك تتحرج. هتتحرج اول مره، وخلي زمايلك يسجلوا لك. شوف نفس
شوف نفسك مع الريكورد اول مره، وشوف نفسك بعد تاني مره، بعد تالت مره. انا كنت بعمل كده، انا كنت بخلي زمايلي وزمان بقى معلش الموبايلات زمان والتكنولوجيا وقت وانا طالب من 2008 ل 2012 لا هي اقل بكتير من اللي موجوده دلوقتي. فلا الوسائل الديفلوبمنت للسوفت سكيلز لا هي موجوده دلوقتي وسهله، بس اللي يشتغل عليها. انك تنزل الفيلد بقى وتخبط لازم وتراي اند تخبط. ايرور بقى، تراي لا اند لا ايرور. لازم. فانا زي ما قلت لك تراي اند ايرور. انت قدامك فرصه هتعملها في 4 سنين ببلاش. تتخرج تتسحل، ما عندكش وقت للكلام. انت مش هيبقى عندك الوقت، والشركه اللي انت هتمضي معاها هي تصبر عليك شهر، تصبر عليك 2، مع التالت لو ما وصلتش للتارجت شكرا شرفت ونورت مع السلامه. عايزين حد جاهز. لا فالجاهز ده مش جاهز بنسبه 100%، بس على الاقل عنده 60 70%. ما دخلش الكليه، قعد قدام الملخص الماده، دخل الامتحان نجح، يلا بقى معاه شهاده تخرج. من هنا العمل التطوعي والابحاث والكوميونيكيشن والبرزنتيشن سكيلز، كل السكيلز اللي انت بتكتسبها جوه الكليه هي دي اللي انت هتاخدها في البوكس معاك بعد الكليه. بيقول لك بعد ما تتخرج من علوم انت قدامك اكتر من فيلد تشتغل فيه، بس في حاجات مشهوره. يعني يقول لك انا هشتغل ميديكال ريب عشان بعمل فيها فلوس اكتر، او انا كنت اثناء الكليه بدرس او باخد كورسات تحاليل طبيه، فانا هتخرج اشتغل في مستشفى او في مظبوط. معمل تحاليل. مظبوط. اكتر من شغل تقريبا بقى اكتر من فيلد كده بالنسبه للناس مقدسه، انا هطلع اشتغل في الحته دي وبس. مظبوط. بس يعني بيقول لك اشتغل الشغلانه اللي تليق عليك، ايوه او اللي انت كواليفايد فيها ليها، او اللي انت حاولت تبقى كواليفايد ليها قبل كده. مظبوط وبتفق معاك جدا جدا جدا. لا انا عايزك تقول لي بقى يعني ايه الموضوع ده مشي معاك ازاي؟ لا ده مشي معايا بصوره شخصيه جدا. يعني خليني احكي لك اللي حصل معايا بالفعل. انا اتخرجت طبعا من الكليه في شهر 6 2012. لقيت الجيش في وشك. ايوه الجيش بتاعي كان في شهر 1، فقلت اشتغل يعني استغل ال6 شهور اشوف ايه الاجواء. اشتغلت في مصنع منظفات يعني الراوند 2 3 ايه القصه في المصانع ماشيه ازاي. اشتغلت برضه في معمل تحاليل اشوف التحاليل عامله ازاي. مش سكتي. والله خدت الفكره. وبعدها دخلت الجيش. كان من حسن حظي، وطبعا بقول من حسن حظي لان الدفعه الاولى من الكليه خدت اعفاء من الجيش، فلما خدوا اعفاء دخلوا الكارير بدري، بداوا بقى هم ينديب قوي. قبل خلاص باقي لي شهر واخلص جيش، بدات نتواصل بقى ايه يا شباب ايه الاخبار هنطلع نشتغل ايه. فلقيت الزملاء كلهم كل ما اجي اكلم حد قالوا لي في شغلانه اسمها ميديكال ريب تبع شركات الادويه هي لايقه عليك قوي. يا جماعه يعني ايه لايقه عليا؟ هم بيعملوا ايه في الشغلانه دي؟ انا ما اعرفش. يعني انا عارف ان كارير علوم اطلع يشتغل في مصنع يا في معمل تحاليل، ما اعرفش القصه بتاعه الريبريزنتيف بتاع شركات الدواء دي اصلا ولا عمري سمعت عنها. فلقيتهم بيقولوا لي هي لايقه عليك. يعني ايه يا جماعه لايقه عليا؟ قالوا لي ده بتاخد تريننج في شركه ادويه وبتنزل تقابل الدكاتره ودي. قلت لهم يعني انتوا شايفيني هبقى ناجح في الحته دي؟ قالوا لي بالظبط. من هنا خدت بنصيحه الزملاء اللي هم قالوا لي هي لايقه عليك، فقلت ايه طب ما يلا انا جربت المصنع وجربت المعمل، طب ما اجرب كمان الشغل ده. رحت عملت انترفيو، قدرا كنت اكسبتد. عملت 3 انترفيو كنت اكسبتد في ال3، وانا اللي بختار ما بينهم. وكان جوه المحافظه، في حاجه تلت المحافظه وفي حاجه نص المحافظه وفي حاجه المحافظه كلها. انا جيت اسال برضه واخد فيدباك كده، قالوا لي لا خد الشركه اللي هتشتغل المحافظه كلها هتكسبك خبره اكبر. ومن هنا كانت البدايه، بدات ان انا انزل الكارير طبقا للفيدباك اللي هو لايق عليا. بدأت طبعا كميديكال ريب في شركة عادية، بعدها دخلت في الشركة الأكبر، قعدت معاهم فترة كبيرة، عملت ديفيلوب لكل سكيلز موجودة. قدرت إن الحمد لله إن أنا أتدرج يعني في كل تايتل المانجمنت. قدرت إن أنا الحمد لله آخد أعلى شهادة في الجزء بتاع الماركتينج وهي الMBA، يعني خدتها من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في 2021 في الماركتينج. فنقدر نقول الكارير ده هو جه صدفة. طبعا جه صدفة لأن أنا ما كنتش أعرفه، بس نتيجة فيدباك الحمد لله ربنا أكرمنا، هو ده الكارير بصوي اللي أنا موجود فيه دلوقتي. يعني يعتبر الجانب التكنيكال ركناه على جنب واشتغلنا بالسوفت سكيلز اللي انا درستها او اللي انا اهلت نفسي فيها فتره الكليه. مظبوط. لكن هل أنا ركنت بقى 4 سنين كلية؟ لا. من هنا بقى اشتغلت على الجانب العلمي اللي انا برضو يعني بأجزم ان انا شاطر فيه الى حد ما. خدت الحمد لله ماجستير في الكيمياء العضوية في 2019 تحت اشراف طبعا دكتور عادل نصار ودكتور محمد حواطة، وطبعا بكن لهم كل الاحترام والتقدير. وقفوا جنبي كتير جدا جدا سواء في رحلة الماجستير
اللي هي برضه جت نتيجة توصية من الوالد رحمة الله عليه. يعني هو كان نفسه ان انا يبقى معايا ماجستير، وخدت رحلة الماجستير بناء على كده، فبقى معايا ماجستير. طب الشغل الكبير لدكتور عادل ودكتور حواطة تم تكليفي بيه، طلع لنا الحمد لله يعني برودكت ليها فاليو كبيرة من هنا. طب ليه لا؟ طب ما ناخد دكتوراه. وناقشت الدكتوراه في 31/12/2022 قبل اسبوع من سفري للسعودية، وبقى معايا شهادة دكتوراه في يناير 23. فتقدر تقول ان انا جمعت ما بين الجانب العلمي في 4 سنين كلية، ان انا حصلت على الماجستير والدكتوراه، وكمان اشتغلت على السوفت سكيلز اللي انا اكتسبتها، ومنها بقى معايا MBA، ووصلت الحمد لله للتايتل اللي انا موجود فيه دلوقتي. حلو جدا. اصل الشباب بيتخرجوا يقول لك انا هعمل ماجستير. طب انت هتعمل ماجستير بناء على ايه؟ لازم تبقى في شغل الاول. انت ممكن تعمل ماجستير في الاورجانيك مظبوط. وبعد كده تشتغل في شركه تلاقي تلاقي شغلك ان اورجانيك. وده حصل فعلا، ده حصل فعلا مع زمايلي كتير. بعد ما خد تمهيدي الاورجانيك، هو لقى نفسه الشغل بتاعه كله اناليتيكال، لا الشغل بتاعه انه اورجانيك، اضطر يلغي التمهيدي بتاعه ويعمل تمهيدي من اول وجديد عشان يبقى ريليتد لشغله. لكن انا كمني كان الشغل بتاعي از جنرال، زائد ان انا برضو شهاده MBA بتاعتي ماركتنج. حته MBA يعني انت ممكن تشتغل في بوزيشن معين في شركه لا تحتاج فيه اورجانيك ولا ان اورجانيك، ولا تحتاج تعمل ماستر او PhD اصلا في مجالك، وتبقى محتاج بس تاخد MBA. مظبوط مظبوط. طب انت هتقول لي طب انت ليه خدت الاثنين؟ اقول لك عشان في جزء في شركات الادويه اسمه براند مانجر. براند مانجر ده لازم يكون جامع ما بين الجزء العلمي بصوره قويه، وما بين الجانب السكيلز والمهارات البيعيه اللي هي موجوده على الارض. فانا قلت احصل على اقوى شهاده علميه اللي هي MBA. الدكتوراه. لا، الدكتوراه الاول. الدكتوراه خدت اقوى شهاده علميه، وفي نفس الوقت معايا MBA كاقوى شهاده في الجزء بتاع الماركتينج. فانا جمعت ما بين الاثنين عشان في المستقبل يبقى ليا الفرصه موجود از براند مانجر في الجزء بس ده. الماركتنج جزء من MBA، اوكي صح؟ مش MBA بدرس فيها يعني بدرس فيها الماركتنج مع. خلينا ناخد في 30 ثانيه كده، مش يعني عشان برضو نفهم الزملاء. MBA هي سنتين. اول سنه هي دراسه سنه جنرال بصوره عامه، بندرس اكاونتنج، فاينانس، HR، ماركتنج، مانجمنت، كل حاجه بصوره جنرال. دي اول سنه. تاني سنه بتبقى سنه اختياريه، انت حضرتك بتختار الميجور اللي انت هتندي فيه، والميجور ده هم 35 ميجور تقريبا وبيزيدوا بمرور الوقت. فانا اخترت الميجور اللي انا حبه، اللي انا بجزم ان انا الى حد ما موجود فيه، اللي هو الجزء الخاص بالماركتنج. بس. فانا جمعنا ما بين شهاده MBA ماركتنج والPhD عشان في المستقبل نوصل لاعلى جزء موجود في شركات الادويه، اللي هو از براند مانجر. وده ان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل نكون موجودين فيه. عظيم. معنى كده ان حضرتك في بوزيشن قريب قوي من الترقيه دي. هو انا حاليا الحمد لله مدير في شركه ادويه في السعوديه. وطبعا شهاده MBA مع PhD يعني ان شاء الله نعمل ميرج ما بين الشهادتين ونوصل للي احنا عايزينه في الجزء بتاع البراند مانجر. وده بيبقى خاص بالماركتينج في سوق الدواء عموما، وده بيجمع ما بين البرودكت نوليدج وما بين الماركتينج للبرودكت. وده اللي انا بسعى ليه ان شاء الله في القريب العاجل. في حاجه احنا نسيناها كده وانا بسمعها اصلا من زمان، حتى لما جيت اسال برضه على حضرتك محمود عادل. مين محمود عادل؟ اسمه محمود النجم. ايه موضوع النجم ده؟ والله قصة النجم دي يعني من زمان، يعني من 2008 تقريبا، من أول ما دخلت الكلية. زمايلي في الدفعة خلاص أنا محمود عادل، فزمايلي بقى عارف اللي هو إيه، يا عم أنت بتروح تخلص ده وتقابل ده وتعمل ملخص وتعمل، يقول لي إحنا هنسميك النجم. قلت لهم إيه قصة النجم دي؟ قالوا لي هي لايقة عليك محمود النجم. وفضل النيك نيم ده ملازمني من اول الكليه لحد اللحظه، حتى على سبيل الدعابه. يعني الدعابه الاسم فضل مكمل معايا حتى في الكارير. يعني خلاص حتى في الكارير الطبي محمود النجم، ما بقاش في قصه محمود عادل. ما ايه القصه، ايه النجم، ايه ده؟ حتى يعني من طرف القدر، حتى والدي متوفي في سنه رابعه، زمايلي لما نزلوا يسألوا بيت الأستاذ عادل النجم، فقالوا لهم مفيش حد بالاسم ده، فين وفين، لحد ما فضلوا يعملوا اتصالاتهم ووصلوا ان انا
العيله كلها ما فيهاش النجم اصلا. انا اسمي محمود عادل شبل سويلة، فما فيش النجم اصلا في اسمي. جميل ما شاء الله. بس يعني انا استغربت يعني ايه موضوع النجم يعني. طب والله. ما كان محمود النيرد، محمود الدحيح. لا ما كانش فيه دعي ولا كده، هي النجم لان برضو كان ليا الحمد لله يعني كان ليا علاقه الحمد لله كويسه بجميع دكاتره الكليه، برضو ليا علاقه باداره الكليه برعايه الشباب. فالحمد لله كان في اي مشكله زمان بقى غير دلوقتي، جداول الامتحان التعارضات، وبرضو كان لنا الحمد لله يعني حاجه تنسب للدفعه كلها في شخصي، ان كان في مادتين، يعني ماده مواد بناء وحراريات وماده الكيمياء البيئيه. المادتين دول كانوا موجودين في اللائحة ولكن لم يتم تدريسهم قبل سنة 2012، وكانت البداية من خلال الدفعة بتاعتنا، وكانوا أول مرة ينزلهم في التدريس مش في اللائحة. والحمد لله من بعدها تقريبا المادتين بقوا موجودين ثابتين وكل الطلبة بتسجلهم الحمد لله. ما شاء الله. لا دي اضافه ليكم ما شاء الله. يعني حضرتك اخترت المجال الميديكال وشفت نفسك فيه عن طريق بقى ايه الكواليفيكيشنز اللي انت عملتها لنفسك، او اللي مطلوبه في الشغلانه دي بقت موجوده عندك، لان ده كان شغلك وقت الكليه، او دي المهارات اللي كنت بتنميها في نفسك وقت الكليه. مظبوط يا يوسف. يعني انا يمكن يعني خدت الكارير بتاع الدواء، ويمكن الكارير الاخر الخاص بكليه علوم اللي هو كارير التحاليل الطبيه، وده كان زوجتي هي الحمد لله اللي متوليه الجزء ده، عشان احنا الحمد لله يعني لنا بزنس خاص في معامل التحاليل، وزوجتي هي اللي متوليه الاداره بتاعتي. ده هو حضرتك متجوز من علوم؟ دفعتي سنه بسنه والحمد لله ربنا اكرمنا. لا غريب، اصلا ما بيقولوا بنات علوم ما تنطقش يعني. والله هو مش بالشكل ده عشان اعرف اروح البيت بس. بيقولوا معقدين يعني وبتاع. لا عليك والله, والله بص هو مفيش تعقيد او حاجه، لان هم التعقيد كله خدوه في فتره الكليه، فبعد ما بنات علوم بيتخرجوا خلاص بتلاقي الامور هاديه، لان كل حاجه طلعت في فتره الكليه الحمد لله. يعني بتاع علوم دايما ايه بيبص بره يعني. والله هو كله بص بره، بس انا الحمد لله لقيت قدري جوه، وكفايه بقى عشان نعرف نروح ان شاء الله. لا طبعا بنات علوم فوق دماغنا، احنا بنهزر طبعا يعني. ما نقدرش نقول غير حتى كده. انا لما جيت خطبت يعني خطبت من تجاره. من تجاره. يعني انت طلعت بره اصلا وكمان مش لابس الدبله، ما انا يعني لازم اديك حاجه كده برضو يعني. ماشي، بالتوفيق ان شاء الله يا يوسف، بالتوفيق ان شاء الله. نورتنا يا دكتور محمود، وانا شايف ان هي حلقه مفيده جدا ما شاء الله عليك، اتمنى يعني الناس تقتدي بالموضوع ده وتبدا تهتم بالجزء التكنيكال مع الجزء البيرسونال برضو، ان هي تهتم بالمهارات بتاعتها، وان هم يأهلوا نفسهم للتعامل مع البشر اكتر ما هم مأهلين نفسهم تكنيكال يعني. اكيد طبعا يا يوسف، انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم، وان شاء الله تكون الحلقه مفيده لكل الزملاء، وباذن الله يعني تكون خفيفه يقدروا يستفيدوا منها. وزي ما قلت كلنا لنا طباع، كلنا لنا صفات، لازم تدور جوه نفسك على الصفه اللي انت تقدر من خلالها تختار الكارير بتاعك. شكرا ليك. شكرا دكتور محمود، نورتنا وتشرفنا بيك واستفدنا من علمك. ربنا رب يجازيك خير على النصايح الجميله اللي اديتها للشباب. شكرا جزيلا. شكرا. انتظرونا في حلقه جديده من حلقات بودكاست اعرف كليتك. ولو ليكوا اقتراح لاي حد او شخصيه مرموقه خريجه اي كليه حتى مش لازم علوم فقط، يا ريت تذكروها لنا في التعليقات وان شاء الله نقدر نوفرها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.